طبعا حابين النهارده نتكلم عن الفيديو اللي مكسر الدنيا على السوشيال ميديا، تمام، وعامل ضجه لصاحب اللقطه اللي احنا كلنا عارفين ان هو صاحب لقطه، امام عاشور. امام عاشور كان حابب يخش يحتفل ببطوله الدوري مع بنته، تمام، وفضل يكسر الباب وخرب الدنيا وشتيمه واهانه، تمام، عشان خاطر الامن ما كانش عايز يدخله، بس برضه دخل واحتفل وعمل اللي هو عايز يعمله. نفس اللقطه حصلت مع شيكابالا لما كان عايز يحتفل ببطوله الدوري مع اسرته، تمام، وما دخلوش، وطبعا الاتحاد والدنيا كلها وقفته وغرمته والكلام ده كله. عايزين بقى نشوف الاعلام المحايد اللي انتوا دايما بتقولوا عليه اعلام محايد، تمام، بيقول ايه عن اللقطه دي اللي هي لقطه امام عاشور ولقطه شيكابالا. الاعلام الكبير اللي هو سيف زاهر قال ايه بالظبط على اللقطه دي؟ تعال نشوف الفيديو. لازم شيكابالا يحط في دماغه ان دي مش وظيفتك، ولا حاجه من الحاجات دي وظيفتك، ولا المكان ده ان انت تكون موجود فيه بتاعك، ولا ان انت تقف تتناقش، ولا انت تقف عند الباب، بغض النظر عن التفاصيل اللي حصل، صح غلط، حصل تجاوز، حصل شد، ما حصلش. انا راجل وظيفتي لعيب كوره، ده اللي اتعلمناه وده اللي بنشوفه في كل الانديه. مش هنقعد النهارده نقول اصل التجاوز، اصل اللي حصل، اصل اللي نزل، اصل حد قال لي، ده كل ده مش مهم. بس المهم ان كل واحد يعرف دوره. حق الحق امام عاشور، بص بيكسر الباب، بيعمل مش عارف ايه، وكأن امام عاشور ده على طول جاني. هو يا جماعه هو في ايه؟ يعني حتى من عرف الانسانيات، انا طلعت يا عم جبت بنتي، هي بنتي دي يعني هتفجر الملعب؟